يعتبر الطريق الوطني رقم واحد بالنسبة للعديد من الولايات شريان حياة والقلب النابض الذي يزودها بمختلف ضروريات الحياة. ولاية عين صالح التي ترتبط مع ولايتين عبر هذا الطريق الذي يشكل مصدر رزق ثابت بالنسبة لكثير من المواطنين وفي مختلف المهن والتخصصات. إعادة تهيئة وعصرنة هذا الطريق من بين أهم مطالب المواطن. ماذا بنا تخدموا على خدمة مسقمة؟ كاين اللي مريض، كاين اللي راها عنده زياره الاهل نتاعو الاقارب في التله راه يعاني، وحنا أنا في اقصى الجنوب. نحن ثمنا هذه المجهودات التي تقوم بها السلطات المحليه، الا انه لا يخفى عليك ان الطريق هذا كان متسبب في عده عراقيل حوادث المرور. والله في الحقيقه اننا استبشرنا عندما سمعنا بتعبيره، لان هذا يعد يعني الطريق الرئيسي وشرايين الحياه والمتنفس الوحيد بالنسبه لسكان الجنوب. تمنينا احنا الميتين تاع عين صالح كل تتعاود، وتمنينا ثاني مشروع ازدواجية الطريق. يكتسي الطريق الوطني العابر إلى الصحراء أهمية اجتماعية كبيرة، فهو على غرار طابعه الاقتصادي يساهم في تعزيز الروابط بين أبناء الشعب الواحد بل بين شعوب القارة الواحدة. أعطينا اليوم إشارة انطلاق لعصرا تعاد الاعتبار للطريق الوطني رقم واحد في مقطعين 20 كيلومتر و 15 كيلومتر، وهذا ما سيخفف عناء على مستعملي هذا الطريق، والذي سيتبع كذلك بإعادة الاعتبار لمقاطع أخرى من بينها 8 كيلومتر اللي راهي على مستوى إجراءات الإدارية، وكذلك فيه وعود أننا راح كذلك في 2024 ما تبقى من بعض المقاطع اللي تشكل خطر على المواطن. يحظى الطريق الوطني رقم واحد باهتمام كبير من طرف الحكومة، فهي تعول عليه في سياساتها بالتوغل نحو العمق الإفريقي، خاصة بعد تفعيل تجارة المقايضة وبعثها من جديد في الولايات الحدودية.